تعالوا حتى نسوي لكم اطيب تشريب مالت الموصل كلش هوايه مرتب. هذا التشريب مالت القص الاحمر يسوونه اهل الموصل ومشهور عندهم كلش هوايه طيب. اول شيء نحتاج الى لحم عجل خليته على النار بدا عندي يفور ويستوي ونخليه يذوب ويصير كلش تمام. بعد هنا جبنا خلينا الدهن، بعد ما سلقه عند اللحم راح اخليه ياخذ لون ويحمس. ضفت عليه المعجون على مود يحمس وياه وتطلع الريحه مالته. بعدين نجيب حبتين بصل ونجيب هنا بهارات مال تشريب قص، وراح نضيف فلفل اسود ونضيف الماجي عليها ونخلي شويه هيل. اوكي عيني. بعد ما ضفت عليه المي بهالترتيب هذا احنا شنو هنا راح نخلي باقي المطيبات اللي احنا نضيفها عليها. هي عباره عن طماطه وبصره وفلفل حار وفلفل بارد. اوكي عيني. بهالترتيب هذا على مود يطلع شكلها مرتب وحلو. بعد ما استوت عندي وصارت تمام هسه راح ناخذها مباشره على الخبز. اهم شيء الخبز مالتكم مالت التنور ومرتب من ايديكم، مو مال السوق لان هذاك يصير خفيف ويصير عجين. وهذا الشكل النهائي وسامكم الف عافيه.